يا مرحبا والله مسهلا طليق. طبعا انا مثل ما تشوفون كان تساقط في شعري، هلا تساقط كثير، وقلنا نبغى نلحق عليه، ناخذ لنا علاج، ولا نحتاج اي شيء، نحتاج بس ذا ونروح كذا. خليكم معنا في طريقة العلاج. وهذا استخرجنا الزيت ونروح نستخدمه. طبعا ان شاء الله ذا يكفي، ونحطه هنا ونخليه لين يبرد ونغسل البارود. خلينا يا طول العمار لين برد، وناخذ بيدينا كذا وتغسل راس كامل به، تراه بيحرق. مسحنا راسي بالكامل، هلا من ورا كله، هلا نخلي 3 دقائق 4 دقائق ثم نغسله. ولا تجينا واحد في التلاقات تقول يا مقرف. المقرف والله تحطينه على وجهه، اللي ما ادري ويش مخلوق منه ولا جاي منه ولا ما ادري كيف مزين، بس على وجهه مطرطرين ما ادري ويش جاي، ما ندري. هذا طبيعي حتى من العشوب. شوف المرعى دقيقة، شوف الرعى، شوف العشوب والمرعى، هذا الطبيعي ان شاء الله. ترى ننصحكم به زين لا تساقط جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.